السلام عليكم. هل تعرف معنى سورة الفاتحة أو لماذا أنزلت؟ بالبداية صلوا على محمد وآل محمد وخلونا نسمعها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معنى: الحمد لله رب العالمين، وهو الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه، ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. معنى: الرحمن الرحيم، الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. معنى: مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. معنى: إياك نعبد وإياك نستعين، إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده، وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير إله، ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. معنى: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم، والضالين، وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق، وهم النصارى، ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. وتقدر تاخذ الفيديو وتحصل صدقة جارية.